اهلا بيكم في حياة المطبخ مع رشا. ان شاء الله النهاردة هنعمل استريبس صحي، استريبس بدون زيوت، بدون دقيق، آه للدايت. تمام. هنا بقى معانا شوفان. الشوفان ده طبعا مطحون. معانا هنا كورن فليكس، انا جايبه سليم ودقدقته كده باي حاجه في الكيس كده، او تقدري تضربيه في الكب ضربة كده، المهم انه يبقى خشن. معانا هنا معلقة طحينة. معانا هنا مية بصل. بصل بتضربي البصل وتاخدي المية بتاعته. معانا هنا دبس الرمان معلقة برضو. معانا زبادي. معانا نفس الخلطة اللي هي هقولها لكم دلوقتي. هنا هقول لكم هنستخدمها في ايه. معانا هنا توم باودر، معانا بابريكا، معانا جنزبيل، معانا شطة، معانا هنا كزبرة، معانا كركم، وهنا بقى فلفل اسمر، ملح، من كل حاجة معلقة معلقة. تمام. وهنا الزبادي. هنعمل بقى هنا ايه. ومعانا الاستريبس ده طبعا مغسول وناشف متصفي من المية، ميبقاش فيه اي مية. هنا بقى هنفضي نص كمية التوابل على الشوفان، والنص التاني هننزلهم على الكورن فليكس، عشان لازم يبقى متبهر. يعني هي السر كمان الخلطة دي، ان التتبيلة تبقى متبهرة. وما تنسناش في دعمكم في القناة، وما تنسوش تحطوا اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وانتوا اخواتي وحبايبي، وياريت كل واحد بيشترك في القناة يبعتها ل10 من صحابه ومن حبايبه، عشان تدعموني في القناة، وربنا يديم المحبة اللي ما بيننا يا رب. هنا بقى هننزل انا قلت لكم هنا انا معايا عدد 2 بيضة، لا هم عدد 3 بيضة، لاني انا معايا هنا بيضة بصفارين. تمام. وبيضة تانية يبقى 3 بيضات. وتقدروا تحطوا شوية لبن معاهم، يعني تقدري تحط شوية لبن معاهم. هننزل بس بشوية فلفل اسمر مع البيض، وهنقلبهم حلو قوي. لازم الفلفل الاسمر. تمام. هو بصراحة بيدي طعم حلو وبيشيل اي يعني روايح او حاجة. هنضرب بقى كده بأي شوكة ضربا مبرحا بقى جامد بقى كده. وتقدروا زي ما قلت لكم تزودوا شوية لبن، عادي يعني. نزلنا هنا بمية البصل. هنا بقى التتبيلة بتاعتنا الجميلة. عايزة اقول لكم بجد، يعني ريحة فظيعة من التتبيلة ديت جميلة جدا. هتجربوها وبكتبوا لي في الكومنتات. الكل اللي جرب الوصفة اكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم، وشوفوا عايزين ايه تاني من وصفات الدايت، وان شاء الله اعملها لكم. وانا هعمل لكم كذا حاجة يعني ان شاء الله صحية وبتنفع للدايت. و نزلنا هنا بقى بالمكونات كلها اللي احنا قلنا عليها. وهنزل هنا بقى بالتوابل بعد الزبادي ومية البصل والطحينة. هننزل هنا بنفس التوابل. احنا قلنا التوابل دي ايه في الاول. نزلنا كده بقى من كل حاجة معلقة معلقة. طبعا لو هتزودي الكمية، انا معايا هنا 1.5 كيلو من الاستريبس او من البانيه ومقطعاه شرايح. تمام. ده بينفع وده ينفع. وحبيتش بقى تزودي في الكمية، زودي التوابل. تمام. وتزودي الزبادي. وتقدري لو الزبادي لقيتيه قليل معاكي تقدري تحطي على الخلطة شوية لبن صغيرين، مثلا معلقتين 3 لبن عادي، هيديكي نفس القوام. بس قبل ما تحطي الستريبس او البانيه. هننزل هنا بقى بعد ما قلبنا الخلطة دي، هننزل تدريجيا كده ونقلب حلو قوي، عشان الفراخ بتاعتنا كلها تتشرب من بعض. تمام. اما بقى بعد كده المفروض يعني ان انت بعد ما تقلبي الموضوع ده تغطيه بستريبس، تغطيه بستريتش سوري، بستريتش، او علبة محكمة. تمام. وتحطيه في التلاجة مثلا يقعد ساعة، يقعد من الصبح بالليل. بص كل ما تسيبيه
الخلطة بتديكي طعم اكتر. بس هنا بقى عشان انا طبعا هقدمه كده في القناة فوريتهولكوا، بس برضو كان جميل. بس انا بقول لكم كل اي تتبيلة اركنوها على الاقل ساعة، نص ساعة، هتديكم نتيجة احلى. هنا بقى انا خلصت هنا تقليب اهو، وهنبتدي بقى ايه، ندي الحاجة ايه نعملها في الشوفان والكرن. بصوا يعني انا عايزة اقول لكم بصوا الجمال بجد. يعني ما يفرقش، لا مش هنقول ما يفرقش حاجة عن اللي بره، واحلى من اللي بره. يعني هتجربوه بجد وهتعرفوا، وطعمه بجد احسن من اللي بره وصحي. وان شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاعه اما هسويه وكده، هتشوفوا الجمال وما بياخدش معاكم وقت على طول. وعايزه اقول لكم بقى اللي ما عندوش اير فراير تقدري تعمليه في الفرن. احنا ما فيش حاجه بتقف قدامنا، ما فيش حاجه تصعب على الواحد، لا في دماغنا بتفكر وبنعمل اي حاجه. آه بصوا بقى، انا بقى تبلت قدامكم واحده واحده بكل خطوه. معلش الفيديو طويل شويه، بس عشان اوريكم الخطوه بتاعته عشان تقدروا تعملوه بجد. صحي مفيد، يعني حتى لو مش بتعملي رجيم تمام، او ما بتعملش رجيم، لا دي حاجة صحية بدل بقى الزيوت الكتيرة، وبجد بتبقى غلط على الواحد. فلا كده حاجة خفيفة وأحسن، ومفيش حرمان من أي حاجة. لا أنا بقدر دلوقتي لا مستربسي، لا أنا هاخد يوم الفري، لا هاخده مش عارف، لا أنا أقدر آكل حاجات مقرمشة وصحية في نفس الوقت ومن غير أي حرمان. هنا بقى بص بنزل هنا بقى في الشوفان الأول. طبعا هو الستريبس عليه الخلطة فبيشرب من الشوفان، بنزله على البيض، ارجع اخده على الكورن فليكس وقلبي بقى حلو. قلبي قلب 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 قلب، بس كده. ايه ونرصه على الصينية. آه ايوه. بصوا انا بضغط عليها جامد، اللي بلاقيها ما اتعملتش حلو لا اضغطي جامد بايدك عشان يمسك فيها، لان هو ده اللي بيدي القرمشة وبيبقى طعمه جميل قوي من غير بقى دقيق ولا من الحاجات دي. لا احنا بعدنا هون عن الدقيق، وبنعمل دلوقتي ايه بالشوفان والكورن فليكس عشان يدينا نفس النتيجة اللي بره، نتيجة صحية. هي مش اللي بره، انا يعني اللي اقصده نفس اللي بره، بس احنا عاملينه طبعا بطريقة صحية. ومعلقة الطحينة اللي حطيتها في التتبيلة دي بتبقى جميلة جدا، وجربوها هتبقى حلوة قوي وهتفرق معاكم. هنا بقى لازم اللي تخلصيه ترصيه كده على الصينية كده لغاية بس ايه يعني يتهوى شوية عقبال ما نخلص بقية الكمية. وبعد كده هقول لكم ايه هنعمل ايه مع بعض. وما تنسيناش في اللايك، يا ريت كل اللي يتفرج على الفيديو حط اللايك عشان يوصل لكل حد بيشوفنا، واللي مش بيشوفنا يقدر يوصل له. وان شاء الله هقول لكم انا قلت هقول لكم على طريقة هنزل فيديو بعد الفيديو ده ان شاء الله، وهوريكم برضو طريقة البانيه و... وطريقة الستريبس احنا بنسويه ازاي. بص بقى اعملوا ونزلوا الكمية كلها، ويا ريت اللي بيشوفني قولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. واحنا مع بعض ان شاء الله، يا رب يجعلها قناة خير ومحبة ونستفيد مع بعض من كل حاجة بنعملها مع بعض. هنا انا خلصت الكمية ما كلها، تبلتها كلها تمام. هنا بقى بنعمل ايه، بننزل في اي اطباق عندنا، لو ما فيش اطباق تقدري تحطي في اكياس، يعني تقدري تحطي في اكياس. بس انا هنا صراحة كنت بجيب اي منتجات بجيبها الاطباق دي كنت بغسلها وبشيلها، وبتتباع بره لو مش امكانك مش موجودة، بتتباع بره ومش غالية. هنا بقى انا رصيت هنا الاستريبس، مش هيلزق ولا حاجة لان هو ما شاء الله معمول حلو.
فمش وبحط بقص اكياس وبحط كل عدد وفوقيه كيس وارجع اعيد تاني. يعني لو العلبة تقدر تاخد وهقدر اغطيها، بعيد الرصة تاني. او بصوا زي ما انتم شايفين معانا. تقدري بقى بعد كده بتحطيه عملتيه خلصتيه تمام، حطيه بقى في الفريزر. وقت ما تعوزي هتعمليه هتطلعيه. اقول لكم بقى الطريقه. يا تقدري تحطي في الاير فراير اي بخاخه فيها زيت ذره، فيها زيت زيتون، تمام، ده صحي وما فيهوش اي حاجه. هندي بس بخه رشه كده بسيطه، وهتروحي حاطاه في الاير فراير شويه وتقلبيه الناحيه التانية. خلاص الاستريبس جهز. مفيش بقى اير فراير، صينيه، هترشي برضو في الصينيه رشه صغيره من الزيت، وهتروحي حاطه الاستريبس ورشه من فوق الوش بسيط جدا، وحطيها في الفرن. يعني على فرن حراره 180. بعد كده هتقدري بعدها بربع ساعة كده ربع ساعة تقدري بقى ترفعي الصينية من الفرن وتقلبي الناحية التانية. هيبقى مستوي وبيبقى في منتهى الجمال. ونعود أولادنا على الأكل الصحي ومقرمشات اهو، مش حارمينهم من حاجة. لا، حاجة في ايدينا ونقدر نعملها. وانتظروني ان شاء الله في سلسلة فيديوهات عن وجبات صحية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.